السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا في قناة مملكة صفاء. النهاردة إن شاء الله النهاردة مش أنا جاية مش هعمل معاكم أكل. النهاردة هنعمل حاجة تاني مختلفة. النهاردة هنعمل إعادة تدوير البطرمانات أو طقم التوابل بتاعي. زهقت منه، عايزة أغير من شكله شوية. آه برضو البطرمانات الإزاز بتاعتي، معايا بطرمانات نسكافيه، بطرمانات مربى، وبطرمانات صلصة. الحاجات دي عايزين نعمل لها إعادة تدوير، هنغير من شكلها. هنعمل ايه؟ أول حاجة معايا لاكيه أبيض. معايا اللون اللي انت محتاجاه، اللي انت يعني لازمك اللي عايزاه. أنا معايا لون أخضر ومعايا لون أحمر ومعانا تنر كمان، ولزق وجلافز علشان ايديا. أول حاجة هنعملها، انا خدت حبة من اللاكيه في كوباية كده بلاستيك، هتترمي. احط عليها حبة تنر واقلبهم كويس عشان اخفف اللاكيه، عشان اللاكيه تقيل. بس كده. وادي ادهن اول طبقة. هنعمل ازاي؟ هجيب البطرمان، انا مش هدهن عند الغطا، الزقه كده كويس عشان البويه ما تجيش عليه. بعد كده هاخد اول طبقة، بس كده. دي اول طبقة. هسيبه ينشف، لازم ينشف كويس عشان ادي الطبقة التانية. انا هكملهم كلهم بعد كده هرجع لكم. ودلوقتي اهو خلصتهم، دهنتهم اول وش اللي هو البطانة وش ابيض. هسيبهم ينشفوا كويس واحط الفرشة في التنر، اغسلها كويس بالتنر علشان ما تنشفش مني، واسيبهم لغاية بكرة ان شاء الله. يعني 6 7 ساعات ممكن برضو هيكونوا نشفوا. بعد ما ينشفوا هنشوف هنعمل ايه مع بعض. وده الشكل بتاعها بعد ما نشفت خالص اهو. هندي اللون. ايه شوية كده صغير. اقلب كويس قوي. اهو لغاية ما تديني اللون اللي انا محتاجاه. وهبدأ ادهن، اصفيها كويس عشان ما تسيلش كده.
وادهن في اتجاه واحد. ادهنهم كويس واسيبهم ينشفوا. ده اللون الفستقي. هندي لون تاني اللي هو لون البامبا، لون البنت. ادهنهم بنفس الطريقة واسيبهم ينشفوا. هكملهم وارجع لكم. وهو زي ما انتوا شايفين انا خلصت كل البطرمانات معايا اهو. بعد ما خلصت اللون الفستقي غسلت الفرشة وحطيت برضو اللون الاحمر على اللاكيه الابيض، ودهنت اللون التاني اللي هو لون الروز، ودهنت الغطيان برضو بنفس الطريقة. وهو هسيبهم ينشفوا وارجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. ودلوقتي بعد البطرمانات ما نشفت هناخد سلكة الودان، هنحطها كده في اللاكيه الابيض، ما نضغطش عليها جامد. ناخد كده بالبطرمان نقط كده نقط خفيفة. لغاية ما يخلص كده. وهندهن برضو الغطيان بنفس الطريقة. هنحاول منكترش عشان بعد كده ما يسيلش يبقى شكل وحش. انا هخلصهم بعد كده اوريكم شكلهم. ودلوقتي بعد ما نقطنا كل البطرمانات وطعم التوابل زي ما انتوا شايفين كده اهو، ده طعم التوابل القديم، وادي البطرمانات والغطيان كمان. جينا للمرحلة الأخيرة اللي هي هنرشه سبراي شفاف علشان لما احب اغسله ما يتقشرش معايا، هيحافظ عليه. قبل ما ارشه لازم ارده كده. اول حاجه هعملها هرد العبوه كده كويس، وارش من بعيد. بس كده هرش واحد تاني. ريحته شديده. هرش كمان الغطيان. بس واسيبهم كده ينشفوا. هرش الكميه كلها وارجع لكم تاني. ودلوقتي بعد ما رشيته ونشف زي ما انتوا شايفين كده انا هشيل اللزق عشان معايا بسهوله كده. شايفين اداله لمعه ازاي؟
عشان كمان لما تغسليه ما يتقشرش معاكي. انا هشيلهم كلهم كده، وبعد كده هعقم البطرمانات من جوه بالخل قبل ما احط فيها حاجه. وده الشكل النهائي بتاعهم بتاع البطرمانات اهو بعد ما عقمتهم بالخل. وده طعم التوابل القديم، رجعته جديد اهو زي ما انتم شايفين. حتى الملاحه تحت الملح اهي غيرت من شكلها. يا رب اكون فدتكم شويه النهارده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.